السلام عليكم. مرحبا بكم معايا في قناة مسكينية حرة. كنتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وتكونوا على خير. اليوم بغيت نشارك معكم ان شاء الله واحد الريب اللي كيجي خطير، شي حاجه اللي كتجي زوينه بزاف. هانتوما شوفوا معايا كي داير، شي حاجه زوينه وناجحه 100%. بالنسبه لي انا درتو هنا في البواطه، بالنسبه للناس اللي بغا يديروه في الكيسان راه كديروه في الكيسان كيجي ناجح وصادق 100%. هانتوما شوفوا معايا كيفاش داير، خطير خطير خطير. بغيت نصوب ليا هنا واحد زليفه بشويه ديال الديسير، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد الطريقه هذه كي كتشوفوا معايا ديال هاد الريب اللي هو ناجح. وديروه كي كنقول دائما الناس اللي كنبغي نعطيهم هاد الطريقه كنقول لهم ديروه بعينيكم مغمضين، يعني ناجح 100%. كما شفتوا معايا البنات هانتوما كيجي الصراحه رائع. غادي نزيد واحد شويه هنا. بغيتوه يبقى عاقد راه ما كتحركوش، بغيتوه يولي شويه مطلوق راه كتحركوه. هانتوما انا زدت واحد شويه هنا. بالنسبه لهذا الريب هذا انا غادي نوجد ليا هاد الزلافه هذه وغادي نقول لكم الطريقه. بالنسبه لهذا الريب كتاخذوا اطرو ديال الحليب، كديروها في واحد الكاسرونه، كتخليو عليها العافيه مهيله وداك الحليب كيغلى وانتم حداه حتى كدوز تقريبا واحد 8 ديال الدقائق تقريبا. من بعد ما كدوز هاد 8 ديال الدقائق كتزيدوا السكر اللي نتوما بغيتو، يعني القياس ديالكم كتزيدوا السكر على حسب الذوق. ومن بعد كتطفيو البوطه وكتخليو الحليب ديالكم حتى كيدفى، يعني تحسوا به دفى. من بعد كتاخذوا واحد القياس من هاد السكر هذا، عفوا واحد القياس من هاد الحليب كامل هذا اللي درتو، يعني اطرو كتغليوها كلها. كتاخذوا واحد القياس وكتزيدوا معاه واحد دانون ديال الفاني او لا دانون ديال البنان على حسب نتوما اشنو بغيتو او اللي متوفر عندكم. من بعد كتخلطوا هاد المكونات كامله، يعني داك شويه اللي كتاخذوا باش كتخلطوه مع الدانون تخلطوا مزيان. ومن بعد كتزيدوا على الحليب الاخر وكديروا يا اما في الكويسات يا اما كدرتو انا هنا غير في هاد البواطه هذه. شوفوا كيفاش كيجي تبارك الله، راه كيجي كيتقطع شي حاجه زوينه بزاف والله العظيم. صافي وكتخليوه في واحد المكان اللي هو دافي حتى للصباح وكتلقاو الريب ديالكم واجد وكيجي شي حاجه اللي زوينه 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 بزاف. انا غادي نخوي هاد الديسير كامل هنا. صافي وكتقدموه بالطريقه اللي بغيتو نتوما، كما درت انا هنا بالفواكه اولا تاكلوه غير هكاك كما بغيتو نتومايا. انا هنا درت شويه ديال الفواكه وغادي نزيد شويه ديال البيستاج مهرمش، وغادي نزيد شويه عندي ديال الزريعه ديال القرعه. شي حاجه زوينه كتاخذوها من وراء العشاء اولا كوجبه عشاء، يعني شي حاجه اللي خفيفه. هانتوما زوين الصراحه. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوا بهذه الطريقه اللي قلت لكم. يعني ما كتبقاوش كديروا نص لتر الحليب بارد ونص سخون، كديروا كل شيء غير هو كتخليوه السر في هذاك الغليان اللي كيكون كيغلى. يعني الحليب يغلى واحد 10 دقائق الماكسيموم صافي وكتطفيو عليه. ومن بعد كي قلت لكم كتاخذوا شويه منه كتخلطوه مع دانون وكتعاودوا تخلطوا جميع المكونات وكديرهم يا في بواطه يا في قرعه يا في كويسات، يعني كل واحد والكاس ديالو. نتوما كيبقى لكم الاختيار كيفاش غادي نجمدوه. والطريقه ها هي كي شفتوها. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم. وتا لهنا ما بقى ليا غير نقول لكم بسلامه عليكم والى فيديو اخر ان شاء الله.